السلام عليكم. اهلا بيكم. احنا في الحلقه الثانيه من نتعلم السي ان سي. الحلقه اللي فاتت، الحلقه الاولى، احنا اتعلمنا يعني ايه سي ان سي، عرفنا تاريخه، وفهمنا ليه لازم كلنا نبقى عارفين عن التكنولوجيا الجديده دي. في الحلقه دي ان شاء الله هنبتدي نشرح مكونات الماكينه وايه اساسياتها، وخلينا نبتدي مع بعض. انا دايما بحب افكر في مكنه السي ان سي على انها كائن حي. انت لو عايز تعرف ليه بقول الموضوع ده، تابعني لحد اخر الفيديو، وان شاء الله تكون استفدت وعرفت معلومه جديده. تفتكر ليه بقول الفرضيه الغريبه دي ان الماكينه تشابه الكائن الحي؟ لان هم لما فكروا يعملوها هم بصوا لجسم البني ادم. بمعنى احنا جسمنا بيتكون من عظم، ده الاساس، وبيتكون من لحم اللي هو العضل وده المسؤول عن الحركه. بيتكون من اجهزه احساس، اجهزه الاحساس اللي هي العين والسمع والتذوق واللمس والاحساس بالمحيط اللي حواليك. وبيتكون في يحكم ده كله العقل او الدماغ، هي اللي بتترجم الاشارات دي وتبتدي تعمل ردود افعال بناء عليها، وهي اللي بتاخد القرارات بناء على البرمجه اللي موجوده داخلنا، او بناء على طريقه التفكير اللي احنا متعودين عليها. واحنا بنتعلم كل يوم عن يوم وبنكتسب خبرات جديده كل فتره. ازاي ده بقى شبه المكنه؟ تعال نفصص المكنه كده اجزاء. المكنه بتتكون من شاسيه ميكانيكي اللي هو الاساس بتاعها، اللي هو يمثل عندنا العظم، اللي هو بيتبني عليه كل حاجه. طيب المكنه بتتحرك ازاي؟ المكنه بتتحرك عن طريق مواتير، بتتحرك عن طريق دائره هواء مع بعض او كل طرفين مع بعض. طب مش ده يماثل برضو العضلات اللي عندنا اللي بتتحكم في الجسم؟ طيب المكنه لازم دايما تبقى حاسه بالمحيط اللي حواليها، ولازم دايما يبقى فيها امكانيات تقول انا فين مكاني، وهل في خطر حواليا ولا لا، هل الشغله موجوده ولا لا، هل انا قادره اعمل الشغلانه دي ولا لا. ده بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في حاجه بسيطه جدا اسمها الاحساس او الحساسات. الحساسات اللي بتبقى موجوده في المكنه دي بتعمل حاجه اسمها انبوتس. الانبوتس دي عباره عن المدخلات بتخش على حاجه شبه الجهاز العصبي بتاع البني ادم. الجهاز العصبي بتاع البني ادم والنخاع الشوكي بيتجمع كله في العقل. بس قبل ما يتعامل مع العقل ويبتدي يعمل معاه الشغل اللي المفروض يعمله كبني ادم، المكنه بتعمل نفس الحكايه. بتاخد كل الداتا دي وتدخلها عن طريق الاسلاك في وحده اسمها بي ال سي. الوحده البي ال سي دي هنقولها برضه وهنتكلم عنها باستفاضه شويه. وحده البي ال سي هي المسؤوله عن انها تاخد المدخلات اللي في المحيط اللي حوالين المكنه وتطلع منه مخرجات مبرمجه عليها. دي بتعرف اذا كان في حد في المكنه، اذا كان في وحده امان، اذا كان الامان شغال، اذا كان الهواء شغال، وتبتدي تترجمها لاشارات. الاشارات دي بتروح فين؟ بتروح على عقل المكنه، الا وهو جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر هو اللي بيحصل فيه عمليات المعالجه كامله، هو اللي بيقدر يعمل ردود الافعال، هو اللي بيقدر نعمل فيه البرامج اللي احنا عايزينها. وكما احنا بنتعلم بنقدر نعلم المكنه تعمل شغلانات جديده كل فتره. عشان كده انا دايما بحاول اشبه ان المكنه كانها كائن حي او كانها انسان. خلينا نجزأ كلامنا الى 4 اقسام رئيسيه. نتكلم الاول على الشاسيه. مكنه سي ان سي كبيزك في 3 محاور رئيسيه هم دول اللي بيتحكموا في المكنه. المحور اكس ده على طول المكنه، المحور واي ده في عرض المكنه، المحور زي ده في ارتفاع ونزول الهيد اللي بيعمل عمليات التقطيع. المحاور دي ممكن تبقى اكتر، ممكن تبقى اقل زي مكن البلازما او مكن الليزر على حسب، بس الاساسي هم ال3 محاور دول خصوصا في قطاع الاحشاء. الشاسيه عندي بمنتهى البساطه بيبقى فيه نوعين اساسيين منه. في حاجه اسمها الفلات تيبل زي اللي موجود هنا، وفي حاجه اسمها الكونسول. وكل من دول له تشغيل وتصنيع في قطاع معين في الاخشاب. يعني مثلا الفلات تيبل ده اساسي في عمليات الرسم، اساسي في عمليات النستنج، اساسي في عمليات ال 3 دي. بالنسبه للكونسول بيفرق عندي الحركه بتاعه الكونسول ده اللي هي زي ما موجوده في الصوره هنا، عشان اقدر اعمل عمليات التخريم الافقي اللي هو انزل بهد التخريم وانزل اخرم من الناحيه الافقيه من جميع الماكينه، او ان انا اقدر اشتغل فيها حاجه اسمها شغل الابواب، وهو بيحتاج اله معينه هنوصفها اللي هي بتنزل في اتجاه بحيث انها تقدر تفتح الكالون بتاع الباب. وعشان كده على فكره دي اسمها سي ان سي سنتر. يعني احنا عايزين نفرق ما بين جزئيتين
الا وهو ايه الفرق ما بين الراوتر وما بين السي ان سي سنتر. هو الراوتر بصفه عامه اللي هو الجزء اللي بيعمل عمليه الراوتنج، اللي هو بيعمل عمليات الرسم، عمليات التشكيل، عمليات بيستخدم الراوتر بصفه متخصصه شويه. لكن السي ان سي سنتر اللي هو فيه اكتر من عمليه وبيشتغل على اكتر من جهه او اكتر من شكل. هنوصف برضو شكل الشغله بيبقى عامل ازاي. طيب الشاسيه ده بيبقى فيه المحور اللي هو بيتحرك على الاتجاه الاكس زي اللي هنا، ده اسمه المحور واي. المحور واي ده ممكن يبقى نوعين اساسيين، احنا بنتكلم في الاساسيات. ممكن يبقى كانتليفر اللي هو بيبقى عامل زي الكابولي وشايل الهيد معاه، او ممكن يبقى جانتري او جسر. الكانتليفر له مواصفات وبيشتغل على حاجات، والجسر اللي هو الجانتري له مواصفات، ولان بيبقى دايما مدعم باثنين موتور في الاتجاه اللي بيتحرك فيه على طول المكنه. على فكره برضو بالمناسبه في احيانا بعض المكن بيخلف الموضوع الاكس والواي، بس احنا خلينا نتكلم على الاساس بتاعنا ان اتجاه الاكس حاليا هو في اتجاه الطولي بتاع المكنه، واتجاه الواي هو الاتجاه العرضي. في ماكينات تانية بتعكس الموضوع ده، بس طبعا الاتجاه زد دائما في الاتجاه الرأسي اللي بيطلع. المحاور دي بتتحرك على حاجه اسمها الجايدز. الجايدز دي عباره عن بلي اسمه بلي سبحه، اسمه كده في السوق. البلي ده وظيفته ان هو يستحمل او يقدر يتحمل التقل الكبير قوي بتاع كل هيد او كل محور حركه، ويبقى فيه سموز وفيه سلاسه في الحركه في الاتجاه ده. على فكره من ضمن المناسبه يعني من ضمن الحاجات اللي بتبوظ البلي ده الدست، النشاره، التراب، عدم التشحيم. لو في ندى او في ميه، الميه دي جت نتيجه بخار الهواء اللي بيبقى متخزن جوه الكمبريسور او حاجه زي كده، الكلام ده كله بيأثر على البلي ده وبيخليه يبوظ. فمعلش لازم شرط اساسي دايما ان انا احافظ على نظافه المكنه. طيب الجايد ده مش هيتحرك لوحده، محتاج حاجه تحركه. بيتحرك عن طريق سيستمز، في حاجه اسمها الجشمه والفتيله او اسمها البول سكرو، وفي حاجه اسمها الترس والجريده او بينيون اند راك. ايه ده وايه ده موجودين عندنا هنا في الصوره نقدر نشوفهم. الجشمه والفتيله دي بتستخدم في الابعاد الدقيقه جدا. هي عباره عن حاجه زي بنسميها احنا الصاموله او النط، وجواها في فراغ، الفراغ ده فيه بلي، وبيبقى شكل السكرو ده واخد شكل الدايره دي او واخد شكل الكوره ده. ده بيبقى مسؤول على ان هو يقلل الاحتكاك بطريقه كويسه جدا، بيخلي الهيد يتحرك بسرعات مناسبه كويسه جدا للشغل، وفي نفس الوقت بيبقى دقيق جدا في المكان اللي هو بيقف فيه. يعني الهيد لما بيتحرك عايز يوصل عند نقطه معينه، فهو الاكيورسي بتاعه ان هو يوصلك عند النقطه دي، هو التصميم بتاع البول سكرو كده. وعشان كده دايما تلاقيه دايما موجود في المحور زد ده. معظم المكن لازم هتلاقي فيه البول سكرو ده. بالنسبه للركنت بينيوم ده بيستخدم على الابعاد الكبيره، يعني مثلا بيستخدمه على، في ماكينات بتستخدمه على الاطوال على طول الاكس، بيستخدموا في ماكينات بتستخدمه على الواي، واحيانا بيبقى في الواي في برضه بول سكرو برضه عشان يزود الدقه بتاعته. وفي بعض الماكينات بيبقى فيها بول سكرو على طولها على طول المكنه، بس دي تبقى مكلفه شويه. برضه شيء اساسي الوحدات دي بيبقى لها عمليه تشحيم. وخلي بالك ان في البول سكرو في ميزه كويسه جدا ان هو معمول له مكان للتشحيم. في الراكنت بينيون او الترس والجريده بيبقى الموضوع محتاج ان انت تشحم او تبص بنفسك على المكان، لانه معلوش نفس السيستم او معلوش نفس السيكونس ان انت تقدر تشحم، فده برضو بيبقى محتاج مجهود زياده شويه. نيجي بقى للعضلات اللي هي المتحكمه في الماكينه، يعني المواتير انا قصدي. هو بيبقى فيه نوعين من المواتير بنحددهم في المكنه. النوع اللي هو المسؤول عن الحركه، وده بيبقى حاجه اسمها سيرفو موتورز. وفي ماكينات سي ان سي اللي هي الماكينات اللي هي بتبقى اقل شويه في الامكانيات، بتشتغل بحاجه اسمها الستيبر موتور. ده له مواصفات وده له مواصفات، وان شاء الله يبقى في حلقه برضه نتكلم فيها عن مواصفات ده ايه ومواصفات ده ايه، وايه لازمه ده وايه لازمه ده. ده له فايده وده له فايده على فكره. والهيد الثاني اللي هو السبندل. السبندل دوت اللي هو مسؤول عن تركيب البونطه، اللي بيبقى فيه البونطه او فيه الراوتنج اللي بيعمل عمليات التشكيل نفسها، اللي بيروح يبتدي يخرم ويبتدي يشغل ويبتدي يقطع. والسبندل ده بيتميز بانه هو سرعته عاليه جدا.
يعني انت ممكن في هيد سبندل يوصل ل 18000 لفه في الدقيقه، وفي سبندل تاني ممكن يوصل ل 24000 لفه في الدقيقه. واحنا في جميع الاحوال، دي تip بس نصيحه، ما بنوصلش للقيمه دي في التشغيل بتاعنا. بليز ما توصلش للقيمه ماكسيمم الار بي ام بتاع الهيد، لان بالظبط كاننا طول الوقت ماشي على الغيار الخامس في العربيه. ده كده غلط. فاحنا بنختار كل سرعه ار بي ام مناسبه لكل بونت. وبالمناسبه عايزين نقول برضو ايه الفرق ما بين الار بي ام وما بين المتر بير مينيت، ويعني ايه السرعه دي ويعني ايه السرعه دي. يعني ايه ار بي ام ويعني ايه متر بير مينيت. الار بي ام هي ترجمه او هي اختصار لكلمه ريفولوشن بير مينيت، معناها عدد الدورات اللي بيقدر يلفها الموتور خلال دقيقه واحده. كمثال، عداد العربيه، عداد العربيه اللي مكتوب عليه الار بي ام ده معناها ايه؟ بيقول لك عدد لفات الموتور اللي انت ماشي عليها دلوقتي. يعني ممكن يبقى 1000 2000 3 على حسب. ده بيقول لك ان في خلال الدقيقه الواحده لف مثلا 1000 لفه او 3000 لفه او 4000 لفه. نفس الحكايه موجوده في الهيد بتاع السبندل. لما انت بتتكلم بتقول 10000 لفه في الدقيقه او 12000 او 15، ده معناها ان هو بيلف بسرعه عاليه جدا. ملحوظه، لازم ناخد بالنا من حاجه اسمها التذبذب، او حاجه اسمها الاسنتريك. بمعنى، انت ليه بتروح ترصص العجل؟ لما تيجي تروح ترصص العجل بتاع العربيه، انت سالت نفسك قبل كده ليه؟ انت طول ما انت ماشي في رجه. طب الرجه دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن الرجه دي تبوظ لك البليه بتاعت العجله اللي هي الاساسي بتاعها، وانت بتتكلم في 1000 و2000 و3000 لفه. ده كترجمه للرقم نفسه. لكن طبعا في عوامل كتيره قوي توصل لك ان العجله بتلف قد ايه فعلا، بس خلينا ناخد الموضوع كمثال. نفس الحكايه، انت عندك لما البنطه تبقى راكبه ومش موزونه، ده معناها ان لو في فرق نص جرام او ربع جرام، ده بيخلي البنطه مع السرعات العاليه جدا تبتدي تترج. الرجه اللي بتحصل في البنطه دي بتاثر على البلي بتاع السبندل. بعد كده بتخش في موال ان انا لازم يا اما اغير سبندل يا اما اغير البلي، وبتحس تسمع صوت كسر وبيبقى فيها مشاكل يعني قويه جدا. فرجاء ما نستعملش بنط مسنونه الا اذا كنا سنيناها عن طريق مكنه سي ان سي وجهه موثوق فيها. ورجاء ما نستعملش البنط الرخيصه. البنط الرخيصه هتبوظ حاجه غاليه الا وهي السبندل. طيب، الجزئيه الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو المتر بير مينت. يعني ايه متر بير مينت؟ يعني انا خلال دقيقه لو انا عندي النقطه A والنقطه B والنقطه C، خلينا ناخد النقطه A و B، المسافه ما بينهم متر. لما بقول للمكنه اتحركي 1 متر بالدقيقه، يعني اقطعي المسافه من النقطه A للنقطه B في خلال دقيقه، المكنه هتبقى بطيئه. طيب لو انا قلت للمكنه اتحركي من النقطه A للنقطه C في خلال دقيقه، يبقى هي اتحركت قد ايه؟ انا عندي هنا ده متر وده هنا متر، يبقى المكنه اتحركت من خلال النقطه A للنقطه C اللي هم 2 متر في خلال دقيقه. طب بحسبه بسيطه كده، يبقى هي اتحركت من النقطه A للنقطه B خلال قد ايه؟ بالظبط، برافو، خلال نص دقيقه. يبقى معناها ان سرعتها زادت من هنا لهنا قيمه الضعف. طب لو تخيل بقى انا قلت لها 3 متر خلال الدقيقه، يبقى هتتحرك كده، يعني هتبقى نفس الموضوع، يعني هتبقى نفس الطريقه. طيب بنستفيد كده من ايه من موضوع المتر بير مينت دي؟ ان انا بقول للمكنه تتحركي في المحاور بتاعتك خلال 3 متر بالدقيقه، 4 متر بالدقيقه. ودي ليها عوامل ثانيه. العوامل دي بتتوقف على البنطه، قطرها، سرعه دورانها، نوع الخامه بتاعتها، هل هي بنطه تشكيل ولا بنطه قطع. الحاجات دي كلها لازم ناخدها في الاعتبارات، وربنا ييسر باذن الله نعمل حاجه زي كده، دراسه للموضوع. هي دراسه جايه عن طريق الخبره وطريقه عن الممارسه، هي ملهاش قاعده قويه يعني نقدر نقول دي هي دي، وذلك لتنوع البنط وتنوع اشكالها وتنوع الماكينات وتنوع السرعات. فاحنا بنقول حاجه استيميشن، حاجه توقعيه كده بحيث انها تحافظ لنا على المكن. ومهم جدا، مهم جدا، ان في ناس كتيره بتشتغل على المكن وتلاقي البنطه اتكسرت او الشغل اتحرق، الخامه نفسها الخشب. فلازم نبقى عارفين الحاجه دي نقدر نحسبها ازاي او بالتوقع تبقى ازاي.
وبكده نكون وصلنا لختام الحلقة الثانية من سلسلة نتعلم سي ان سي. ان شاء الله هنكمل بقية السلسلة ونكمل بقية الشرح عن ماكينة سي ان سي وعن المجال ده بأمر الله تعالى. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل معلومة مفيدة، ولو عجبك الموضوع يا ريت تعمل لايك واشترك عندي في القناة عشان تعرف كل جديد نازل ايه، وخلينا كلنا نتعلم مع بعض واعمل شير، خلي الكل يستفيد. مصباح سي ان سي.